الحكايه بتبدا مع مجموعه من الفضائيين وهم بيتكلموا مع بعض وعايزين يغزوا الارض، وبيكونوا بيدوروا على مكعب الطاقه اللي هو التسراكت. بعدها بنرجع للارض وبنشوف نيك فيوري ومع دكتور إيريك، وبيقول له إيريك ان المكعب بيطلع طاقه غريبه جدا ومش عارفين يستخدموه ازاي، وبيكونوا بيجروا عليه تجارب. وبنشوف كمان كلانت وبيكون بيراقب المشروع وبيفضل يتكلم مع نيك فيوري عن التسراكت، واثناء كلامهم بيطلع منه طاقه عاليه وبيدخل منها لوكي. فبيقول له فيوري يسلم نفسه، لكنه بيهجم على كل الحرس وبيقتلهم، وبيقدر يسيطر على عقل كلانت. فبيخاف فيوري وبياخد التسراكت وبيحاول يمشي، لكن لوكي بيقول له انا لو منك ما اعملش كده، وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان لوكي من كوكب اسجارد وانه هيحتل الارض. فبيفضل فيوري يجري في الكلام ويقهره، وبيقول له كلانت ان فيوري بيماطل معاه وبيطلع مسدسه وبيضرب عن النار، وبياخدوا بعدها المكعب وبيمشوا. وفي طريقهم بتشوفهم مساعدة فيوري وبتحس بحاجة غريبة، فبيكلمها فيوري وبيقول لها ان لوكي مسيطر على عقل كلينت، فبتبدأ تتعامل معاهم وبتضرب عليهم نار وبيشتبكوا مع بعض وبيهربوا، وبيكون المكان هيتدمر. وبيقدر فيوري يهرب وبيحاول يهاجم لوكي، لكنه بيضرب الطيارة وبتنفجر وبيقدر ينجو منها فيوري. بعدها بنشوف ناتاشا وبتكون مربوطة وواحد بيستجوبها وبيقول لها كنت فاكرة انك هتيجي وتمشي كده. واثناء كلامهم بيديله تليفون وبيقول له المساعد بتاعه انه ليها، وبيتكلموا العميل فيل وبيقول له انه عارف مكانه وانه يديها التليفون بدل ما يدمر المكان. وبيقول فيل لناتاشا ان فيوري محتاجك دلوقتي، فبتقول له انها في وسط شغل، فبيقول لها ده اهم. وبتقوم ناتاشا وبتضرب كل اللي موجودين بسهوله جدا وبتمشي. وبيقول لها فيل انهم هيجمعوا الافنجرز وبيطلب منها تجيب هالك. بعدها بنشوف بروس بانر اللي هو هالك وبيكون بيساعد الفقراء في علاجهم، وبتجيله بنت صغيره وبتترجاه ان ينقذ ابوها لانه بيموت، فبيقرر يساعدها وبيروح معاها. ولما بيوصلوا البيت ما بيلاقيش حل والطفله بتهرب، وبتكون ناتاشا هي اللي عملت كده عشان تستدركه، وبتقول له ان في خطر يهدد العالم وانهم محتاجينه، وبتعرفه انها عارفه ان هو هالك وطول الفتره دي كانوا سايبينه. فبيقول لها انه عايز يبعد عن شخصيه هالك ويعيش حياه هاديه، فبتقول له انهم عايزينه كبروس بانر عشان يتتبع التسراكت ويلاقيه، وبيوافق. بعدها بنشوف فيوريك اللي بيجتمع مع اعضاء مجلس اداره شيلد وبيعرفكم ان لوكي بيهدد تهديد على العالم وعايز يحتل الارض، وبيكون عايز ينفذ مشروع الافنجرز، لكنهم بيكونوا خايفين من فكره الابطال الخارقين انهم ما يقدروش يسيطروا عليهم، لكنه بيقدر يقنعهم. وبيروح لاول واحد وهو كابتن امريكا، وبيكون بيتدرب ومتضايق جدا لانه فضل في ثبات لمده 70 سنه وكل احبابه ماتوا. فبيجيله فيورو بيقول له انه محتاج مساعدته، وبيعرفه بلوكي والتسراكت وبيديله الملف بتاعه وبيسيبه يمشي. بعدها بنشوف توني ستارك وبيكون في البحر وبيحاول يوصل البرج بتاعه بطاقه نظيفه وبيشغلها فعلا، واسم البرج بينور. وبيرجع بعدها البيت وبيقابل حبيبته بيبر وبتقول له ان فيل بيتصل بيه لكنه ما بيردش عليه. واثناء كلامهم بيدخل عليهم وبيديله الملف بتاع التسراكت وبيعرفه بلوكي، وبيبدا توني يشوف كل حاجه عنه وبتقنعه بيبر انه ينضم للافنجرز. بعد كده بيروح ستيف مع فيل، وفي طريقهم بيفضل يتكلم مع فيل وبيقول له انه معجب بيه جدا وان هو اول بطل خارق في العالم، وبيوصلوا بعدها لمقر شيلد. بعد كده بنشوف لوكي اللي مسيطر على عقل دكتور إيريك ومجموعه من العلماء، وبيحاولوا يفتحوا بوابه باستخدام التسراكت عشان يدخل منها الجنود بتوعه ويحتل العالم. وبيوصل ستيف لمقر شيلد وبيكون في مركبه في قلب البحر، وبتقدر المركبه دي تختفي. وبيشوف هناك بروس بانر وناتاشا، وبيدي لفيوري $10 لانه كان مراهنه انه هينضم، وستيف كان رافض. وبيحكي لهم عن لوكي وبيحاولوا يوصلوا المكان، وفي نفس الوقت بيكون لوكي بيدور على طريقه يفتح بيها البوابه وبيكونوا محتاجين جهاز. فبيقول له كلينت انه عارف مكانه بس هيحتاج حد يلهي الافنجرز. بيروح لوكي للشارع وبيبدا يتعامل مع الناس ويضربهم عشان الكاميرات تشوفهم، وبيبدا يهجم عليهم وبيقول لهم يركعوا قدامه. فبيقوم واحد من الناس ويقول له مش انت اللي نركع لك، وبيقدر فيوري يحدد مكانه وبيقول لكابتن امريكا جه دورك. بيحاول لوكي يقتل الراجل ده لكن بيوصل كابتن امريكا وبيلحقه وبيبدا يتقاتل مع لوكي، لكن لوكي بيكون قوي جدا، وقبل ما يخلص عليه بيوصل ايرون مان وبيضربه وبيقول له لو اتحركت هقتلك، وبيقدروا يقبضوا على لوكي. بعدها بياخدوا طياره وبيكونوا في طريقهم لمقر شيلد، وبيقول كابتن امريكا لتوني انه شاكك ان في حاجه غلط وانه استسلم بسهوله جدا. فبيقول له توني بكبرياء انت اللي ما قدرتش عليه. وفجاه بيشوفوا رعد في المكان وبينزل سور على الطياره وبيضرب توني ستارك وبياخد لوكي وبيطير من المكان، وبيطير وراه ايرون مان وكمان كابتن امريكا، وبيقول له سور بلاش تعمل كده، وبيكون عايزه يرجع معاه اسجارد وبيقول له اننا اخوات. فبيقول
وبيقول له احنا مش اخوات، وبيكون لوكي عايز يحتل العالم وعايز يبقى ملك هو كمان. فبيقول له ثور ان في سلام بين الارض واسجارد وما ينفعش تحتل لها، واثناء كلامهم بيهجم عليه ايرون مان. فبيقول له ثور انا مش عايز اتقاتل معاك، وانه عايز بس لوكي ويمشي. فبيقول له اول ما يسلمنا التسراكت هسيبك تاخده. فبيتضايق ثور وبيهجم عليه، وبيبداوا الاثنين يضربوا ببعض. واثناء قتالهم بيوصل كابتن امريكا ويوقفهم، وبيقول لهم ان هدفنا واحد واننا مش اعداء، وبيوافقوا الاثنين وبيهدوا. بعد كده بياخدوا لوكي للسجن، وبيقول له فيوري لو حاولت تهرب الزنزانه دي هتقع بيك وهتموت. بعدها بيبداوا يتكلموا عن لوكي، وبيقولوا لثور انهم عايزين التسراكت ولو ساعدهم هيسيبوه ياخد لوكي. وبيكون توني وبروس بيستكشفوا السلطان بتاعه، وبيفضل توني يتكلم معاه عن هالك وازاي بيتحول، وبيفضل يهزر معاه. فبيدخل كابتن امريكا وبيقول له انت مش مضحك، وبيفضل توني يقول له انه مش مرتاح وليه فيوري بيجمعنا دلوقتي، وبيكون شاكك في حاجه معينه. وبيحس برضه كابتن امريكا بكده، وبيروح للمخزن وبيفضل يدور على اي معلومات ويفهم فيوري بيعمل ايه. بعدها بتروح ناتاشا لوكي وبتساله عن كلام، وبتفضل تستدركه في الكلام، وبتفهم منه انه سلم نفسه بمزاجه، وان هدفه دلوقتي يخلي بروس بانر يتحول لهالك ويدمر المكان. بعدها بيعرف كابتن امريكا هم عايزين التسراكت ليه، وانهم عايزين يصنعوا اسلحه دمار شامل، وبيتضايق جدا. وبيجتمع فيوري مع الافنجرز وبيبرر لهم موقفه، وانهم عايزين يعملوا اسلحه عشان يتصدوا لاي هجوم بيهدد الكوكب. وبيفضلوا كلهم يتكلموا مع بعض وبيساعدوا بعض. واثناء كلامهم بيوصل كلينت، وبيكون حدد مكانهم من خلال السلطان بتاع لوكي، وبيبدا يرمي قنبله على السفينه عشان يدمرها. وفعلا بيعطل المحرك، وبيروح توني عشان يلبس البدله بتاعته. وبيوصل كلينت ورجالته، وبيبدا بروس يتعصب. فبتحاول ناتاشا تهديه عشان ما يتحولش لهالك، لكنه بيتحول وبيفضل يدمر في المكان، وبيجري ورا ناتاشا. وبيكون توني وكابتن امريكا بيحاولوا يصلحوا المركبه، وبيفضل هالك يجري ورا ناتاشا. وقبل ما يقتلها بيوصل ثور وبيهجم عليه، وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض. فبيؤمر نيك فيوري طياره انها تضرب بروس بانر عشان يبعدوا عن السفينه، وفعلا بتضربه وبينط عليها هالك وبيبدا يدمرها. وبكده بيكونوا بعدوا عن السفينه وبيقع على الارض. وبيكون توني قدر يصلح المحرك، وبيهجموا عليه رجاله كلينت، لكن كابتن امريكا بيتعامل معه وبيضربه، وبينجحوا يشغلوا السفينه. وبيكون كلينت عطل المحرك تاني، والسفينه التوازن بتاعها اختل. فبيروح لها توني وبيحاول يزقها بنفسه، وبينجح فعلا في ده. بعدها بيوصل ثور للوكي وبيحاول يوقفه قبل ما يهرب، لكنه بيكون عامل فخ وبيحبسه في الزنزانه. بعدها بيوصل العميل فيل وبيحاول يضرب لوكي، لكنه برضه بيكون عامل وهم وبيطعنه في ظهره. وبيتضايق ثور جدا وبيرمي لوكي بالزنزانه من قلب السفينه. وفي نفس الوقت بتكون ناتاشا بتتقاتل مع كلينت، وبتقدر تهزمه وتفك السحر بتاع لوكي. وبيقدر فيل يضرب لوكي بالسلاح قبل ما يموت. بعدها بترجع السفينه للتوازن بتاعها تاني، وبيكون لوكي عامل اللي هو عايزه وهرب. بعدها بيوصل فيور الفيل وبيكون حزين عادي جدا، وبيجتمع تاني مع الافنجرز وبيحاول يحفزهم تاني، وبيرمي لهم صور كابتن امريكا وبيقول لهم كانت في جيب فيل قبل ما يموت، وكان شايفكم امل للناس. بعد كده بيفوق بروس بانر وبيرجع لطبيعته، وبيجيله واحد وبيديله لبس وبيكون فاكره فضائي. بعدها بنشوف كلينت مع ناتاشا وبيرجع تاني لعقله، وبيقول لها انا قتلت كام واحد. فبتقول له انت ما كنتش في وعيك. بعدها بيتكلم توني مع كابتن امريكا وبيقول له ان لوكي جه هنا بمزاجه، وعشان يفتح البوابه محتاج مصدر طاقه كبير، وبيفهم ان المصدر ده هو البرج بتاعه. وبيلبس فورا البدله بتاعته وبيروح للبرج. وبيروح كابتن امريكا ناتاشا وبياخدها هي وكلينت، وبيروحوا هم كمان للبرج. ولما بيوصل توني بيقول له إيريك مش هتقدر توقفه، فبيحاول يضربه لكن ما بيتأثرش. فبيدخل جوه البرج وبيقلع البدله بتاعته لانها اتضررت، وبيلاقي لوكي هناك وبيفضل يماطل معاه في الكلام. فبيقول له لوكي مش هتقدروا توقفوني. فبيقول له لو ما وقفناكش اكيد هننتهي. وبيحاول لوكي يسيطر عليه لكن ما بيقدرش بسبب المفاعل اللي في جسم توني، وبيتعصب عليه جدا وبيرممه فوق البرج. لكن توني بيستدعي البدله بتاعته وبيلحق نفسه على اخر لحظه، وبيرجع وبيضرب لوكي، وبتتفتح البوابه وبيدخل منها كائنات فضائيه وبيفضلوا يدمروا في المدينه. فبيروح ثور للوكي وبيقول له يوقف كل ده، لكن ما بيسمعلوش وبيبداوا يتقاتلوا مع بعض. فبيقول له مش هتعرف تحكم العالم لانه هيكون اتدمر. وبيوصل بقى الافنجرز وبيدخل من البوابه وحوش كبيره، وبيحاول ايرون مان يتعامل معاه. وبيوصل كمان بروس بانر عشان يساعدهم، وبيتحول لهالك وبيقدر يهزم الكائن ده. وبيقول توني الكابتن امريكا يقول التعليمات. فبيقول لكلينت يقف على مبنى عالي ويضرب اسهم ويراقب المكان، وثور يضرب البوابه بالبرق، وايرون مان يهاجم من فوق، وانه هيفضل هو وناتاشا على الارض. وبيقول لهالك يدمر كل حاجه يلاقيها، وبيبداوا كلهم يتقاتلوا مع جيش لوكي. فبتقول له ناتاشا لازم نوقف البوابه ولا يدخل منها جيوش كتير. وبيساعدها كابتن امريكا انها تنط على مركبه وتوصل للبرج. وبيكون فيوري مجتمع مع اعضاء مجلس شيلد، وبيقولوا له انهم هيرموا صاروخ نووي على المدينه احسن ما العالم كله يتدمر. فبيقول لهم يدوا الافنجرز فرصه وانهم هيوقفوه، لكنهم بيكونوا اخدوا قرارهم خلاص. بعدها بيوصل هالك
لوكي وبيفضل يضرب فيه، فبيتعصب لوكي وبيقول له انت مين عشان تضربني، انا ملك. فبيفضل برضه يضرب فيه وبيقول له ملك ضعيف وبيسيبه ويمشي. وبتوصل ناتاشا لفوق البر وبيقول لها يا إيريك عشان توقفيه لازم السلطان بتاع لوكي. وبيكونوا مجلس شيلد امروا طياره انها تضرب صاروخ نووي، فبيحاول فيوري يوقفها لكن بتطلع واحده تانية وبتضرب الصاروخ وبيبلغ بعدها توني ستارك. وبتكون ناتاشا قدرت توصل للسلطان وبتقول لهم انا اقدر اقفل البوابه. فبيقول لها توني تستنى لان في صاروخ انضرب على المدينه وهو عارف هيوديه فيه. وبيمسك الصاروخ فعلا وبيطير بيه لقلب البوابه وبيدخل للفضاء وبينفجر الصاروخ في الكائنات وبيموتوا كلهم على الارض. لكن توني بيتاخر فبيقول لها كابتن امريكا تقفل البوابه وبيوقع توني على اخر لحظه وبيلاحظوا انه ما بيبطلش لانه بيكون اغمى عليه. فبيحاول سور يلحقه لكن بيلط هالك وبينقذه وبيكونوا فاكرينه مات. فبيزعق هالك جامد وبيفوق وبتموت كل الكائنات الفضائيه وبينجح الافنجرز في مهمتهم. بعدها بياخد سور لوكي والتسراكت وبيرجع لاسجارد وبيتفرق الافنجرز وكل واحد بيروح لحياته. بعد كده بيجتمع فيوري مع مجلس شيلد وبيسالوه عن الافنجرز، فبيقول لهم معرفش هم فين بس وقت ما نحتاجهم هنلاقيهم واكيد هيرجعوا تاني. وفي اخر الفيلم بنشوف ثانوس اللي بيكون متضايق جدا ان الهجوم على الارض فشل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية، وقبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.